يسعد لي قلوبكم متابعين الحلوين وأهلا وسهلا فيكم بقناة من جديد. وطبقنا لليوم يا حبايبي يعتبر طبق موسمي صيفي صحي ورشيق كتير، ما بيحتاج للحوم ولا لدجاج، يعني نباتي 100%. المميز فيه بأنه بيناسب الناس النباتيين وغير النباتيين على قد صحي وخفيف على المعدة. ويلا تعالوا معي يا حلوين لنجهز الملوخية الخضراء الطازجة بأسهل وأسرع طريقة وبأبسط مكونات. كتبت لكم المكونات على الشاشة وأكيد رح أذكر لكم إياها أثناء تحضير الطبق. بمقلاية كبيرة على النار ضفت ملعقة كبيرة من السمن البقري، وضفت عليهم فنجان من زيت الزيتون، وكمان معلقة كبيرة من الثوم المهروس، معلقة كبيرة من الكزبرة اليابسة، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود. خليت المواد لوقت ما شقر الثوم وصار لونه ذهبي، وبعد هيك صرت ضيف بالتدريج أوراق الملوخية الخضراء الطازجة يلي كنت منقيتها وغسلتها ومصفيتها من المي مسبقا. كمية الملوخية يلي شايفينها قدامكم حبايبي رح بتدوب وبيصغر حجمها بسرعة على النار، وبالتالي المقلاية يلي عم استعملها لتجهيز الطبق كافية، ورح تتأكدوا من هذا الشي أثناء تحضير الطبق. وبالمناسبة بنصحكم ما تجهزوا هاي الأكلة بطنجرة، تجهيزها بالمقلاية بيفرق كتير من ناحية الطعم. بالمقلاية رح تشعروا بطعم التقلية المحبب للأكل بشكل واضح، بينما تجهيزها بالطنجرة بيعطيكم شعور بإنكم عم تاكلوا ملوخية مسلوقة وطعم التقلية فيها خفيف كتير. وهون كنت عم ضيف الكمية المتبقية من الملوخية، وما تخافوا لأن بالنهاية رح تستوي كل كمية الملوخية يلي أضفناها على بعضها بالتدريج وبنفس الدرجة، ورح يكون كل شي تمام التمام. وضفت كمان كام قطعة من شرائح الفلفل الميبسة، وهي الخطوة اختيارية ولكن صدقا بتفرق بنكهة الطبق النهائية كتير. وبضل عم قلب بالملوخية كل شوي وهي رح تدبل وتستوي بسرعة، وما رح تضيق خلقنا ولا رح تاخد وقت كتير على النار. وهون عملت لقطة توضيحية للناس يلي مو متعاملين مع الملوخية الخضراء من قبل، كيف إني لازم أنسل العرق الوسطاني من ورقة الملوخية الكبيرة لأنه بيكون عاصي وما بيستوي بنفس الوقت يلي بتستوي فيه بقية أجزاء ورقة الملوخية. وضفت ظرف من توابل الماجي بيعطي تكثيف نكهة لطيف للطبق. وضفت كمان كمية الملح المناسبة لتركيز الطعم. هون ضفت فنجان من المي، وممكن الأكلة تحتاج لأكتر من هيك، الموضوع بيرجع لطراوة ورقة الملوخية والوقت يلي بتحتاجه على النار. يعني بالنهاية لما بتستوي الملوخية لازم تبقى فيها كمية السائل يلي شايفينه على الشاشة، وهاد إذا بدكم تغمسوا الملوخية بالخبز. أما إذا قررتوا تاكلوا بجنبها رز فلازم كمية المي تكون شوي أكتر من هيك. استوت ملوخيتي وسكبتها بالصحن وصار لازم جهز لها الزينة أو اللمسة السحرية المكملة للطبق. حطيت بالمقلاية ملعقة من السمن البقري وملعقتين من زيت الزيتون، حميتهم وضفت عليهم ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود وكمية كافية من شرائح الثوم، وقلبت هي الشرائح لوقت ما اشقرت وصار لونها ذهبي. حملت هي التقلية اللطيفة وطشيتها فوق الملوخية واسمعوا معي الصوت. يعني بربكم يا حبايبي ما حسيتوا انه صوت الطشة كأنه صوت موسيقى تصويرية محمسة كتير؟ وشو احكي بالنسبة للريحة؟ والله يا حبايبي بتخيلكم موجودين معي وعم بتشموا معي كيف ريحة الملوخية عبقت بالمكان، ريحة غرام وبتخدر الحواس، وبتوعد بطعم كل لقمة فيه رح تكون أطيب من التانية.
شكل الطبق حلو ومحمس والطعم كان كتير شهي ولطيف. يلا قوموا جربوا الطبق واستمتعوا بطعمه الشهي وخبروني بالتعليقات كيف كانت التجربة. اشتركوا بقناتي لو سمحتوا وفعلوا زر الجرس على الكل وحطولي لايك لطيف مثلكم. مع نهاية طبق اليوم بودعكم يا حبايبي وبقلكم اني بحبكم كتير وبتمنى لكم السعادة الدائمة، وبقلكم الى اللقاء بفيديو قريب ومع طبق شهي ولذيذ.